تأجيل الخلفة عند العلماء ده حكم اسمه تنظيم النسل. وتنظيم النسل ده ليه طريقتين: إما بتأجيل الخلفة، سواء اتنين اتجوزوا فمش هيخلفوا على طول، يطمنوا بس إن هم علاقتهم كويسة مع بعض، مستقرين، بقوا ماليا عندهم دخل جيد، يعرفوا يخلفوا روح بني آدم جديد يعرفوا يصرفوا عليه ويدوله وقت جيد وعلاقتهم استقرت ببعض، فيأجلوا الخلفة. او تنظيم النسل، ان انا مثلا اخلف اول بيبي وبعدين اسيب 3 4 سنين وبعدين اخلف بيبي تاني. وبرضه من تنظيم النسل ان انا اكتفي ببيبي واحد او اتنين علشان قدرتي الاقتصادية ووقتي وقدرتي على تربيته واعطائه الاهتمام الكافي. فيجوز عند العلماء، طبعا بنقل اراء العلماء، يجوز ان احنا لما نتجوز نأجل الخلفة شوية، اولا نطمن لبعض، نستقر في نفقاتنا، نطمئن ان علاقتنا صحية قبل ما نجيب ولد او بنت نشترك في تربيتهم تربية راقية. فنطمن الاول على علاقتنا. انا اصلا بشجع حضراتكم تستنوا شوية وما تستعجلوش على ضغط المجتمع، طمنوا لبعض، اوصلوا للنضج في معاملة بعض، وبعدين شيلوا بقى المسؤولية الكبيرة الجديدة وهي الخلفة. والله أعلم.